أخي يعني. كنت سألتك قبل أن ينقطع الخط بيننا، ما هو الحل الذي تعتقد لو أنك كنت مشاركا في الحوار، ما هو الحل الذي تعتقد أنه من المناسب الأخذ به؟ إذا سمحت بس دعني أبدأ من حيث انتهى ضيفك. نعم. أستاذ عمر. لا بأس. يعني أستاذ عمر وكأنه يسير وفق خطة النظام، أي الحل الأمني، وجميعنا يعلم بأن الحل الأمني لم يكن يوما من الأيام موفقا ولا تستطيع، لأننا نحن اليوم أمام بالأصل كنا أمام حراك شعبي، لم نكن أمام حراك تنظيم. يعني دعني أستذكر في الثمانينات عندما كان هناك تنظيم واحد استطاعت الدولة واستطاعت السلطة القضاء على هذا التنظيم أو على عصاباته المسلحة. اليوم الحالة في سوريا تعلمون جميعا في بدايتها تختلف عن نهايتها اليوم أو ما نعيشه نحن اليوم. لذلك لا نستطيع من حيث نقول بأن يجب علينا منع الدعم ومنع المرتزقة. يا سيدي الكريم، عندما يتصالح النظام أو تتصالح السلطة والدولة مع الشعب يستطيع دحر الإرهاب مهما كان حجمه. هل من يؤمن الحماية أو من يؤمن الاستقرار في الدول الغربية هي الأجهزة الأمنية وعمليات القمع من قبل الجيش ومن قبل الشبيحة؟ لماذا لا نجد هناك حركات إرهابية متطرفة؟ السبب في ذلك لأن الشعب هو في حالة توافق مع السلطة، لأن حقوقه تصله ويعلم واجباته يؤديها باستمرار، هو مواطن بامتياز. بينما نحن في سوريا الوضع الحالي يختلف. يعني متى سننتقل إلى الحل السياسي؟ هل سننتقل إلى الحل السياسي عندما تصبح سوريا بالكامل تحت سيطرة الإرهاب، تحت سيطرة داعش وأخوتها القاعدة؟ حينها يتدخل المجتمع الدولي ليدمر ما لم يدمر حتى الآن. أقول وردا على سؤالك، يعني أرى أن يكون هناك حوار مفتوح للمعارضة، حوار كامل مع النظام، يقدم النظام ورقة عمل أو رؤية لأفكاره لإنهاء الصراع في سوريا. يجب علينا جميعا أن نضحي، يجب على النظام أن يضحي، يجب عليه أن يتنازل، لأن بالنتيجة هذا مصير شعب، هذا مصير دولة. يعني النظام يقدم رؤيته للحل، المعارضة باعتبارها غير موحدة وكتلها السياسية أكثر من جسم بإمكانها أن تتقدم بأكثر من رؤية للحل. أيضا يمكن الاستناد والاعتماد على البنود العشرة التي قدمها التجمع، ومن ثم يتم اختيار فريق عمل لدراسة هذه الأفكار مناصفة بين المعارضة وبين النظام، حتى لا نقول بأن طرف طغى على طرف. طبعا هذا يتم برعاية دولية يعكف هؤلاء على دراسة هذه الأفكار وهذه الرؤى، ومن ثم يتم توحيدها وتطرح أمام الجميع للقبول بها. أما أن أطرح أنا أفكاري ويجب عليك القبول بها وإلا فأنت إرهابي غير مقبول بك، لا أعتقد بأن هكذا سوف تحل الأزمة في سوريا. يجب علينا جميعا أن نتنازل، لأننا في الواقع جميعنا خاسرون، ليس هناك طرف رابح. يعني حتى لو انتهى الصراع في سوريا وانتهى لمصلحة طرف لصالح طرف، الشعب السوري هو الخاسر. ماذا سنفعل بأولئك اللاجئون خارج سوريا؟ ماذا سنفعل بأولئك النازحون داخل سوريا؟ هل سيبقى 10 مليون سوري مشرد؟ يجب علينا أن نتكاتف، أن نعود إلى العقل. يجب علينا أن نعود إلى العقل حتى نتمكن من الخروج من هذه الأزمة ومن هذا الصراع. أخي الدكتور عماد الدين الخطيب، رئيس مجلس العموم السوري والأمين العام لحزب التضامن، شكرا جزيلا لك.